بعد ما قيمنا الفيديو اللي فات وعدي الدباغ، نخش بقى على تاني لاعب من الصفقات اللي هنقيمها برضه، شيكو بنزا الاسطوره الانجوليه. بصوا يا جماعه، من اول شيكو ما حط رجله في الملعب انا حسيت ان هو لاعب خفيف بجد. ما حسيتش ان هو لاعب تقيل، مش الجناح التقيل اللي انا اعتمد عليه، اللي هو في الالتحامات، في السرعه، في القوه، في المهاره، في الرفع اعتمد عليه. لا، انا ما حسيتش كده خالص. انا حسيت ان واحد عارف انت اللي هو فروع لوز عمال وتتاخد منه، مش عارف تتاخد منه. كل يعني اي التحامات تتاخد منه، اي ترقيص تتاخد منه. لا عارف يرقص ولا عارف يلتحم ولا عارف، في كذا حاجه كجناح مش عارف يقوم بيها. تمام. بالرغم من انه خطير، بالرغم من انه خطير بالحفرقه بتاعته، ودي حاجه مميزه فيه جدا. طب ليه هو كده؟ خلينا متفقين على حاجه، ان شيكو بنزا لاعب مهاري سريع قوي. تمام. ودي نقط يعني قويه جدا في اي لاعب. لاعب سريع قوي مهاري، كل المقومات دي عنده بس مش عارف يستغلها. هو مشكلته ان هو مش عارف يستغل مقوماته. هو بياخد الكوره عاوز يرقص ويرفع ويعدي من ده وده 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 ويرفع مثلا او يشوط. يا ابني انت اعرف حدودك كويس، اعرف ان انت ممكن في اللحظه دي ممكن تباصي احسن من غير لكن ما ترفعش. ممكن تشوط بدل ما تباصي، ممكن ترقص بدل ما تشوط. ايا كان القرار، اعرف انت هتعمل ايه صح عشان القرار يطلع من رجلك صح. امتى تلتحم، امتى ما بتلتحمش، امتى قيم الوينج، قيم الباك اللي قدامك ده كويس، هتعرف تعدي منه ولا هتخش تحفرك ويتاخد منك. لازم تعرف انت مقوماتك ايه، انت حدودك ايه في الملعب، وده كله من مدرب. هو المدرب اللي هيغير له فكره. طب دلوقتي هل هو صفقه فاشله؟ لا، مش صفقه فاشله، صفقه كويسه جدا. لكن حدوده في الوقت الحالي بالنسبه لي انا نص ساعه اخره، او وشوط تاني لما يكون الماتش معقد. هو ممكن ينزل يحرك لي الدنيا، يسرع لي الدنيا، يعمل لي حاجه. نص ساعه، 40 دقيقه شوط بكتير قوي. لكن ما ينزلش من اول الشوط، لان اي باك حلو او عادي هيعمل عليه ماتش جامد جدا. طب ليه بقول ينزل في الشوط الثاني؟ عشان هي الموضوع كله من ناحيه بدنيه. الباك اللي قدامه يكون تعب، يكون استهلك شويه من الشوط الاولاني، هو بقى ينزل يكون عنده سرعه، قوه، مهاره، يعرف يعمل حاجه. ده الموضوع كله لا اكثر ولا